يا صباح الفل على الكل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، واول مره بقى اصور في رمضان. بقالي فتره طويله ما صورتش، وبقالي فتره كبيره خالص بعيده عن اليوتيوب، فراجع بقى وكل حماس كده وكل نشاط، وان شاء الله انتظم معاكم في الفيديوهات. علشان بصراحه انا يعني كل ما اقول هنتظم وابقى كل يوم فيديو كده، بلاقي نفسي يعني بيحصل حاجات كده ما بعرفش اساسا اصور انزل فيديو. المهم يعني حاجات بتحصل كركبة كده، من ضمنهم العيال عيانة، انا عيانة، فبتحصل حاجات كده غصب عن الواحد يعني. بس فهنا بقى كل سنه وانتم طيبين. طبعا نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. في ناس طبعا بتكتب لي في التعليقات ان انا ما بنزلش فيديوهات. في ناس متابعاني وبيكتبوا لي في التعليقات، بس والله غصب عني. انا بقالي فتره فعلا كبيره ما نزلتش فيديوهات، فان شاء الله راجعه كده و... وهبقى منتظمه باذن الله في الفيديوهات، وكل يوم ان شاء الله فيديو. بس يعني ايه، ادعوا لي كده ما تعبش. والله كل شويه عندي دور برد وعيانه وحاجات كده، والعيال عيانين مش عارفه في ايه. هو يمكن عشان الشتاء بقى، يعني ايه، تحسوا الشتاء كده لسه بادئ يفوق علينا يعني. الشتاء عدى وخلاص، يعني هو جاي في الاخر بقى يرخم علينا شويه، فالحمد لله. المهم بقى قلت اعمل القطايف واللطايف والحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. انتوا عارفين بقى رمضان ما بيحلوش الا بالكنافه وبالقطايف والحاجات المسكرة، يعني الحلويات كالعادة، يعني لازم ناكل حلويات. المهم بس كده، حطوا لايك كده للفيديو لو أول مرة بقى تشوفيني. يا ريت بقى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل فيديوهاتي بقى تشوفيها أول بأول. إن شاء الله كمية فيديوهات جميلة جدا جدا بإذن الله جاية. بس يلا تحطي لي لايك للفيديو ده، علشان انا صراحة مش رافعة الفيديو ولا عاملة فيه اي حاجة، انا منزلاه كده ببركة ربنا، ومش عارفة بقى هيبقى وضعه ايه يعني. فلايكات بقى كده للفيديو و... ولو اول مرة تشوفي القناة بقى تشتركي وتفعلي زر الجرس والحاجات الجميلة الحلوة اللي انتوا بتعملوها دي. هنا بقى القطايف. بصوا، انت الحشوة بقى بتحشيها زي ما انت عايزة، براحتك خالص، تحطي فيها اللي انت عايزاه. بالنسبة لنا ما بنحبش المكسرات والفول السوداني والحاجات دي خالص فيها خالص. لا، انا بعملها شوية زبيب وشوية جوز الهند، شوية سكر و... واسمه ايه، والحاجات اللي هي بتاعة الخشاف، قراصيا، قصدي اللي هو اسمه ايه، المشمش المجفف والحاجات دي. فاهمين؟ بس كده هو ده اللي انا بحطه، ما بحطش اي حاجه تاني، علشان احنا مش بناكلها الا كده، بس كده. ف الفول السوداني ده بقى، في ناس ممكن تعمل تطحن فول سوداني وتحطه فيها، بيبقى طعمه حلو على فكره، وخصوصا بقى لما بتكوني محمصاه كده بيبقى جميل. بس انا محدش عندي بياكل الفول السوداني في القطايف، ولا حتى في الكنافه. يعني انا حتى يعني لما باجي اعمل كنافه بعملها ساده، ما بعملش الكنافه محشيه خالص. لا، احنا بناكلها ساده، او لو هحط عليها من فوق بقى شوكولاته، كريمه، بس. لكن احشيها حاجه من جوه لا، ما حدش بياكلها، كلنا كده بناكلها ساده. بس هنا بقى جبت لفه الجلاش اليوم ده. انا بصوا، انا عايزه اقول لكم، يوم ما صورت، يوم ما انا اساسا ما كنتش عامله حاجه اساسا يعني. يعني يوم ما انا صورت، يوم ما انا لا مش طبخه ولا عامله حاجه. هو بس كل اللي انا عاملاه اليوم ده، كنت عامله صينيه جلاش، وكنت عامله صينيه مكرونه، بس ما كنتش عامله فراخ، ما كنتش عامله اي حاجه خالص اليوم ده. انا مصوره الفيديو ده، والله ما انا فاكره يعني كان كام في رمضان، بس كان تقريبا كده، تقريبا 10 رمضان، او 9 رمضان، 8 رمضان كده يعني. يعني بصوا، كان عدى كتير في رمضان يعني، ما مش اللي انا مثلا مصوره في اول رمضان، لا كان عدى كتير. فاليوم ده والله ما كنتش اساسا عامله اكل، يعني انا قلت بس هعمل صينيه مكرونه وهعمل صينيه جلاش، ما عملتش فراخ ولا اي حاجه خالص. قلت هناكل كده بقى، يعني هنقضيها نواشف بقى كده، هتبقى حلوه. عايزه اقول لكم والله، الاكل اتبقى لتاني يوم والله. يعني انا عملت صينيتين، هما صينيتين يعني واحده يعني صينيه المكرونه كبيره شويه، ودي اصغر. بس عايزه اقول لكم كان طعمهم تحفه، المكرونه كانت جميله. طبعا المكرونه لما بتعمليها باللبن، انت طبعا براحتك، ممكن تحطي للبشاميل تحطي لبن،
ممكن تحطي شوربه. في ناس بتحط شوربه والمكرونه بتطلع جميله 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 يعني، ما بتحطش لبن خالص. وفي ناس بتحط لبن يعني لبن بس كده من غير شوربه، برضو بتطلع حلوه. يعني بصوا انا جربت الاتنين، بصوا تحفه التحف. يعني المكرونه بقى باللبن بتبقى جميله، وبالشوربه بتبقى اجمل. يعني بصوا هي في جميع حالاتها، البشاميل اللي بيبقى في جميع حالاته تحفه. بس اهم حاجه ما ت... ما تكتريش الدقيق. يعني خلي البشاميل يبقى خفيف. كل ما البشاميل يبقى خفيف كل ما المكرونه تبقى حلوه. بصوا بقى هنا عملت ايه. هنا قطعت كده الجلاش، لفه الجلاش قطعتها، علشان انا مش عارفه الصينيه. طبعا انا عايزه المقاس بالظبط، يعني فاهمين، عايزه المقاس يبقى بالظبط كده على قد الصينيه. فروحت قطعتها كده علشان انا عايزاه يبقى مورق معايا كده، ما يبقاش مكلكع، وما يبقاش مثلا حته متنيه وكده. لا انا بحب كل واحده، كل ورقه بورقتها كده، ما يبقاش فيه كلكعه، علشان يبقى مورق معايا ويبقى طعمه حلو ويبقى هش وجميل كده. بس كده خلاص خلصت. طبعا انا ما كنتش هحط اللفه كلها، يعني ده اللي خلاني كمان من ضمن الحاجات اللي خلتني اقطع لفه الجلاش، اقطعها نصين. ما كنتش هحطها كلها، بس حسيت ان الصينيه خلاص يعني لا هي محتاجه لفه الجلاش كلها يعني. فحطيت كل لفه الجلاش زي ما انتم شايفين. ممكن تحطي، اللي انا بحطه ده مش زيت بس، انا صراحه شويه زيت ومعلقه سمنه صغيره، لان السمنه طبعا بتدي ريحه حلوه كده، فاهمين. يعني هو المفروض زيت بس يعني، بس انا لا حطيت يعني حطيت من ده على ده زي ما بيقولوا يعني. وطبعا السمنه او الزبده والحاجات دي بتدي طعم كده وريحه، وانتوا عارفين بقى الحاجات دي لازم طعم وريحه وكده. فكده خلاص خلصنا. بس كده اهو. اللي انا قطعتهم بقى هحطهم تاني. بصوا هحطهم كده، سبت كده يعني من اللي هو بقى القطعه الكامله اللي على قد الصينيه، سبتها كده على الوش علشان خاطر يعني حطيت المتقطع جوه اللي ماسك نفسه من على الوش، عشان الصينيه ما تتهريش وكده، تبقى ماسكه نفسها يعني. بس هقطعه بقى كده. طبعا برضو في ناس ممكن تحط على الجلاش بدل اللبن تحط شويه شوربه وبيضه على الوش بتاع صينيه الجلاش. برضو ممكن تحطي لبن وبيضه. هو في جميع الحالات برضو ده شغال وده شغال. ادي بقى المكرونه بتاعتي كنت سلقتها، وكنت عملت البشاميل. شايفين البشاميل اللي عامل ازاي؟ تحفه تحفه. ريحته كانت جميله وطعمه كان خطير. حطيت بس كبشتين كده على المكرونه علشان تمسك نفسها، يعني تبقى القطعه كده بقطعتها. عايزه اقول لكم في ناس بتعمل المكرونه ما بتبقاش تخينه. يعني انا بحب القطعه تبقى ارتفاعها عالي كده وتبقى تخينه وماسكه نفسها. ما بحبش قطعه المكرونه تبقى يعني ارتفاعها مش عالي. لا انا بحب القطعه تبقى كبيره كده وعاليه كده وماسكه نفسها. فعشان كده بحب اكتر في المكرونه يعني، وعلشان ادي ارتفاع اعلى. يعني ممكن مثلا ما اعملش صينيه واسعه، اضيق في الصينيه علشان تديني ارتفاع اعلى، فاهمين. دي طبعا اكبر صينيه عندي في الصواني المربعه او المستطيله يعني. فاهو هتديني بقى لسه باقي اللي في الحله، المكرونه اللي في الحله هحطها. يعني عايزه اقول لكم هي مالت نص الصينيه كده. هكمل بقى النص التاني بالمكرونه دي، فهتديني بقى ارتفاع اعلى، لان اساسا الصينيه دي الحيط بتاعها اللي هو الجناب بتاعتها عاليه، فبتدي بقى ارتفاع عالي. عايزه اقول لكم جوزي ما بيحبش كده بقى، بيقعد يقول لي لا انا ما بحبش خرطة المكرونة او قطعة المكرونة تبقى ارتفاعها عالي. انا بحب القطعة تبقى يعني رفيعة كده. قلت له رفيعة ده يعني القطعة تبقى رفيعة ده جلاش، لكن المكرونة معروف ان هي بتبقى القطعة ارتفاعها عالي كده. وانا بحب كده صراحة يعني، تبقى القطعة قطعة كده، يعني تاكلي قطعة تشبعي منها. بس خلاص شايفين. هحط بقى البشاميل. عايزه اقول لكم البشاميل كان، بصوا هو السر صراحه صينيه المكرونه السر فيها في البشاميل واللحمه. التعصيجه بتاعه اللحمه بقى ان انت تحطي عليها حاجات حلوه كده، فاللي هو بقى يعني بهارات وحاجات تديكي طعم. بس وشويه الملح بقى اللي بيكونوا وانت بتسلقي المكرونه. الحته دي مهمه جدا جدا. عايزه اقول لكم انا نسيت احط ملح بقى في الميه، يعني في المكرونه وانا بسلقها. بتفرق خالص في الطعم. المكرونه عايزه اقول لكم هي كانت حلوه وجميله، بس كانت محتاجه بس شويه ملح.
كانت ناقصه ملح، لان انا نسيت احط ملح في الميه. وطبعا الملح ده بيفرق زي ما قلت لكم. لازم تحطي ملح في الميه. هنا بقى جبت شويه لبن. انا طبعا مقضيها كلها لبن، ما عنديش شوربه. كان عندي لبن، فلو عندي شوربه هستخدم برضو الشوربه عادي. على فكره ساعات بجيب شويه شوربه وشويه لبن واحطهم على بعض، واحط على صينيه الجلاش، بتبقى خطيره برضو. وشويه صلصه بقى، يا سلام لو شويه صلصه كده. تدي لون يا خراشي على الصلصه. معلقه الصلصه دي بتفرق. انا مش عايزه اقول لكم فرق السما من الارض. لا بتفرق يعني في التحميره بقى. هو اصلا البيض كده كده بيديكي تحميره حلوه، بس بقى حطي صلصه بقى يا خراشي على الصلصه، بتبقى جميله. ومع المكرونه برضو الصلصه بتبقى حلوه، بس انا كانت الصلصه عندي في الفريزر، ما كنتش يعني طلعت صلصه من الفريزر، اللي هو اختصرت يعني، فاهمين؟ ما هو اساسا اليوم كله كان فاضي معايا، فانا بقى عايزه ايه اللي هو بختصر بقى، فاهمين؟ اللي هو مش عايزه اتعب نفسي اكتر، انا كده كده اليوم فاضي معايا، وكده كده اساسا آه مش هعمل غير الصينيتين دول وشويه سلطه، والعصاير كنت عاملاها كمان. فاليوم كان فاضي معايا، فانا كنت عايزه اختصر بقى وعايزه انجز. لسه هطلع بقى صلصه من الفريزر وهستناها تفك ومش عارف ايه، قلت لا. المهم يعني طبعا انتوا عارفين اساسا ان احنا مفرزين صلصه كتير، صلصه السنين عندي في الفريزر يعني. بس خلاص حطيت بقى صينيه الجلاش في الفرن الكهرباء، وحطيت صينيه المكرونه في الفرن الغاز. انا برضو عايزه انجز، انا مش واقفه على الفاضي، انا صايمه. وقلت اغسل مواعين بقى، شغلت هنا وشغلت هنا، وقلت اغسل بقى شويه المواعين. علشان انتوا عارفين الحاجات بتاعه المكرونه يعني بتعمل كركبه مواعين كتير بقى، حلل، انتوا عارفين. فقلت اشطب الدنيا كده علشان طبعا المواعين بتاعه الفطار نبقى نغسلها. بس اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو. يعني بص انا بتحايل عليكم فضلا وليس امرا كده تحطوا لايك للفيديو. واللي مش عايز يحط برضو عادي، مفيش مشكله. انا ما عنديش اي مشاكل، عادي جدا يعني. انا بصوا متعايشه ومتعامله عادي جدا. بس خلاص كده، خلاص اهو شايفين كده الفيديو بقى. انا بفنش كده معاكم الفيديو يعني. هنا كنت عامله ايه؟ بقى كنت لسه هعمل بطاطس. شايفين الطبق اللي هو ده على جنب ده، اللي هو البنفسج ده بقى كنت مقشره فيه بطاطس. كانوا العيال صراحه اللي مقشرين بطاطس. فقلت بقى هعمل بطاطس محمره جنب الاكل. عايزه اقول لكم عملت يمكن 3 4 اطباق بطاطس محمره. كان عندي بطاطس كتير اصلا، فقلت اعمل بطاطس بقى عشان العيال بتحب البطاطس عندي. بس خلاص كده اهو خلصت. اهم حاجه المواعين، تخلصي المواعين تلاقي المطبخ فله شمعه منوره، حتى لو مطبخك اساسا معفن. يعني حتى لو المطبخ معفن ومتبهدل، لا المواعين خلصت خلاص، اي حاجه تانية سهله بقى. انتي بتمسكي المقشه وبتكنسي المطبخ، او بتشيلي السجاده وبترميها على البلكونه، بتكنسي وبتعملي في ثواني. انا بالنسبه لي اشيل السجاده واحطها كده في البلكونه، اشمسها شويه واكنس وامسح المطبخ، لا ما بياخدش وقت معايا خالص يعني. بس اهم حاجه المواعين، لان المواعين دي بحس ان هي بتاخد جزء كبير قوي من يومي. ف وعايزه اقول لكم انا في اول رمضان مش عارفه بقى كنت يعني عشان كنت تعبانه، فالمواعين دي كانت مشكلتي في الحياه. مشكلتي كده في اول رمضان كنت فعلا والله بسيبها لتاني يوم واقوم الصبح اغسل المواعين. كنت بحس ان اليوم بيخلص مني بسرعه في المواعين. يعني ممكن اقعد ساعه بغسل مواعين، مع ان انا بغسل مواعين بسرعه والله. بس مش عارفه كان ايه اللي حاصل معايا يعني. بس بقى خلاص كده هحمر بقى البطاطس، وهوريكم بقى صينيه المكرونه والجلاش دلوقتي هطلعهم من الفرن. بصوا شايفين تحفه. ادي المكرونه وادي الجلاش، عايزه اقول لكم تحفه. وادي بقى الانوار اللي انا عملتها. عايزه اقول لكم انا ما اشتريتش حاجه لرمضان السنه دي. الحاجات دي بتاعت السنه اللي فاتت، انا ما اشتريتش اي حاجه غير بس جبنه زينه بس كده اللي هي علقتها في البلكونه وحاجات كده. لكن الانوار والحاجات كلها بتاعت السنه اللي فاتت، والله ما اشتريتش اي حاجه السنه دي. بس كده خلاص الفيديو خلص. وهنا القطايف لسه كنت هعملها، كان لسه بدري بقى يعني. كان لسه تقريبا بتاع ساعه الا ربع كده على المغرب او نص ساعه، والله ما انا فاكره. الفيديو بقاله معايا يومين. المهم كده الفيديو خلص. اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.